كرة مع بارزالي، هيلة ممتازة والتوقف خطيرة جدا من جاكيريني. يوفنتوس يفتح مجال التسجيل ينهى من خطأ. ايمانويل جاكيريني يفتح مجال التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر المباراة. خطأ فات على مستوى الخط الخلفي لليوفي. جاكيريني يأتي من بعيد ويسجل الهدف الأول. 9 أهدافه في الكرة الإيطالية مع نادي يوفنتوس. جاكيريني خرج كالقط في القائم الثاني ولم يفوت ولم يضيع فرصة فتح مجال التسجيل اليوفي. يا له من خطأ من دفاع فريق روما بقيادة اينزو وكاير، اللاعبان اللذان لم يتعودا على اللعب. بوريلي وصل على ديل بيرو. جول انت ساحر يا ديل بيرو، انت ساحر يا ديل بيرو. يا له من هدف ذكرنا بأهداف ديل بيرو سنوات التسعينيات عندما خلف روبرتو باجيو. يا له من هدف. عنده شعور المدرب اليوم بأن ديل بيرو يفعل شيء، لذلك أبقى معه كأساسي أو ربما يكون طلب منه ذلك. أليساندرو ديل بيرو يذكرنا بديل بيرو سنوات التسعينيات، يفعلها عمره 38 سنة. لو طلب من أي واحد أنه يحطها بيده لما وضعها في هذه الزاوية. لو طلب منه يحطها بيده على بعد متر فقط من المرمى لما وضع كرة بمثل. والانطلاقة عن طريق كوارياريلا في كرة أخيرة لليوفي. كاير يسجل ضد مرماه الثالث. كاير يسجل ضد مرماه الثالث. 3-0 لليوفي. نعم، كاير هو الذي سجل بعد الانطلاقة من كوارياريلا. ماتري لم يلحق، وإنما كاير الدنماركي هو الذي سجل ضد مرماه هدفا ثالثا قاتلا في وقت كنت أتحدث عن خروج روما وتأهل يوفنتوس في انتظار معرفة من سيتأهل من الفرق الأخرى في المواجهات بين كييف وسينا، نابولي والإنتر والميلان ولاتزيو. كاير الدنماركي هو الذي ساعد يوفنتوس. يا كاير، اليوفي لم يكن بحاجة إليك. اليوفي لديه من يسجل الأهداف، يضيف الهدف الثالث ليوفنتوس. يوفنتوس قاتل يوفنتوس.